اجا بابا امي. ايه ادعي يكونوا قبلوه. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا بابا، كيفك؟ فكرت؟ اهلا وسهلا فيكي بنتي. سرقت ساعتين من وقت درية خانم واجت تشوفنا. ما قصرتي يا بنتي. ليش مين إلي غيركم؟ تفضل حبيبي، نهى وبنتها عنا. والله؟ اهلا وسهلا علي رضا بيك. أهلين، كيفك عمو؟ نشكر الله. لا تأخذني. ما كان في داعي تقومي. كيفك بنتي؟ منيحة الحمد لله. رح أعمل كاسة شاي أمي. ايه بنتي. منيحة ليلى؟ ايه كثير منيحة، عم تتحسن الحمد لله. بعتت سلامات للكل. بعتت لك معي بوسات. أنتِ ما صدقتي تلاقي فرصة تبوسي أبي؟ يسلموا. يسلموا حبيبتي. كيف كانت يسلموا إيديك. مقابلة الشغل تبعك؟ شكرا. اعتذروا مني لأنه عمري كبير. لا والله هيك قالوا. طالبين موظفين عمرهم تحت 40 سنة. إيه هدول أغبياء فعلا. كيف ممكن شخص يكون تحت 40 وعنده خبرة مثلك؟ ايه مزبوط. إيه أنت أحسن من 40 واحد من هالشباب اللي بدهم يوظفوهم وهن الخسرانين. شكرا خيرية خانم، رفعتي لي معنوياتي. إيه بس أنا عم بحكي جد. بسيطة، إلا ما لاقي شغل يناسب عمري، ما هيك؟ والله عم تتعب حالك على الفاضي يا علي رضا. نجلة ممكن تحكي مع عمها ويعينوك موظف عندهم ببساطة، ليش لا؟ ايه والله كتير معقول. جميل حكى مع أبوه من فترة قصيرة، وأبوه قال له إيه ما في مشكلة، بس أنت بتوقع إنك بتعرفي قديش هالموضوع بيزعجني، ليش عم ترجعي لنفس الأسطوانة؟ لأني عم فكر بمصلحتك. يعني الجماعة قبلوا يوظفوك عندهم، ليش العناد ما بعرف. شو بدك ياني استغل بنتي؟ معقولة أنت؟ بدك ياني إشحاد من عمها؟ شو هالحكي هاد؟ ليش عم بتسميه شحادة؟ رح يستفيدوا من خبرتك. لا تكون شركتهم واقفة ما بتشتغل إلا فيي. شو عم تضحكي علي ولا على حالك؟ لشو هالحكي؟ شركة كبيرة وبتحتاج. مو أنا يا خانم، وما بفرض حالي عليهم. مو علي رضا اللي بيستغل بنته وصهره. ما حلك تفهمي جوزك؟ بالإذن صار لازم نروح، يعني يا دوب نلحق نطبخ. يلا طول بالك علي رضا بيك، ما في شي وما إله حل. بخاطركن. مع السلامة، لا تواخذونا يا جماعة. ولو شو هالحكي، مو نحن أهل؟ شو بده يحكي الواحد، الحقيقة صارت ثقيلة بهالأيام. بكفي أمي. برافو خيرية، برافو خيرية خانم. كل شي غلط، كل شي غلط، وفوراً بتعلي صوتك. حضرتك ما بتحكي إلا الشيء اللي بيزعجني. أمي؟ أنا بعد هالعمر ما بتلاقيني غير قاعدة وعم خيط، مع إنه صحتي أبداً مو منيحة، الديسك دابحني وعيوني يا دوب عم شوف فيهم، وأنت ما عم يعجبك أي شي. هذا اللي طلع معك؟ أنت بتعرفي شو عم تحكي؟ لا تفسر على كيفك. ليش الحكي بده تفسير؟ الحكي واضح ومو متحمل أكثر من معنى. خلص بهالبيت ما عاد في شغل. ليش مصمم تفهم مثل ما بدك؟ أنا عم بحكي هالحكي كرمالك أنت. اتركيه بحاله أمي. كيف يعني ما بيخجل يروح لعند الغرباء ويطلب شغل، وما بيخجل يشتغل مندوب مبيعات بين الصالونات؟ يعني كثير كانت شغلة بتناسب مقامه وبالآخر بيخجل يشتغل عن أهل صهره. لنشوف بالآخر غرورك لوين بده يوصلك. الشغل بحياته ما كان شهادة. أنا مالي علاقة، ما بقى أتدخل بنوب.
قال جميل إنه بين فترة وفترة ممكن تجوا تقعدوا عنا. ايه، هو هيك بده. طيب بنتي، الغرف كتيرة، في غرفة رح جهزها وتصير إلكم. ممكن اجي وقت يسافر؟ طبعاً. إمتى ما بدك تعي؟ دراستك شو أخبارها؟ منيحة، بلشنا امتحانات. والله؟ سوزان خانم، ربا؟ وين كنتي مختفية؟ كنت بميلانو عند بنتي، صار لي سنة عندها. شو اشتقت لك؟ وأنا كمان. مرحبا. شو ما رح تقعدي؟ لا والله كتير مشغولة. احكي لي شو أخبارك؟ أنا مثل ما أنا، ما في شي جديد. سمعت إنك زوجتي جميل. إيه. تونجي عيلة أكابرية منيح ناسبتون. كتير انبسطت. أنا بالأساس كتير معجبة بهنا. البنت كتير حلوة وبترفع الراس. طولي بالك، جميل ما تجوز هنا تونجي. جميل بيكون جوزي أنا. باخده. نجلة. نجلة كنتي. تشرفت بمعرفتك. نجلة تكين. عموما ألف مبروك. شكراً. الظاهر كنت كتير بعيدة عن كل الأخبار. يلا الصبح بشرب قهوة عندك وبتبقي تحكي لي عن كل شيء. طيب عم بستناكي. بهالسنة صار كتير شغلات، طبيعي تكون ما بتعرف شي. طبعا. تشربي كاسة شاي تاني؟ لا شكرا كتير، أنا صار لازم أقوم. يلا لكان منقوم سوا. طيب. كل ما لقيت فرصة بجي لعندكم. لا تسببي مشاكل لحالك، نحن بنيجي لعندك. معلش بابا، خليني اتنفس شوي. دريا خانم لإمتى باقي بالمشفى؟ قال الدكتور يمكن أسبوعين، ما بعرف. إن شاء الله خير. ما شفتك غير شوي اختي، ما شبعت منك. حبيبتي، آخر الأسبوع تحسين بيجي لعند أمه، رح أجي لعندك وجيب الأولاد معي. اتفقنا. ديروا بالكن على بعض لو سمحتي أمي. قولي لأبوكي. انتوا اتنين سوا، بشوفكن. مع السلامة بنتي، مع السلامة. تعي. يلا بنتي كلي جاتو.